السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بالنظافة وأحب المتطهرين. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبلغ عن ربه، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. أما بعد، عرف عليه الصلاة والسلام بعنايته واهتمامه بالنظافة وحرصه عليها، ومن ذلك: أولاً نظافة جسده. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل الجسم كاملا بالماء، وكان يأمر بالاغتسال، وبخاصة يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع، وكان يأمر بتقليم الأظافر. ثانياً نظافة ثوبه. كان ثوبه ونعله صلى الله عليه وسلم نظيفين وحسنين، وكان يأمر أصحابه بنظافة الثياب. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا، فرأى رجلا عليه الثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه. ثالثا نظافة فمه ويديه بعد الأكل. كان صلى الله عليه وسلم يغتني بنظافة فمه، وكان يغسل فمه ويديه بعد الأكل وبعد الشرب، ما له أثر على الأسنان ورائحة الفم مثل اللبن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. رابعا نظافة أسنانه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وأكثر من استعماله، وبخاصة عند الوضوء وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم والصلاة، وتغير رائحة الفم ودخول المنزل. خامسا نظافة شعره. كان صلى الله عليه وسلم ينظف شعر رأسه ولا يترك أشعث متفرقا. فرأى مرة أحد أصحابه وقد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره. وإلى هنا نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.